السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل مورينيو يحمل رسالة خاصة ليوسف النصيري. والآن نترككم مع التفاصيل. وجه المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المدرب الفني لفريق فرانشباخ التركي رسالة دعم والتشجيع إلى المهاجم المغربي يوسف النصري بعد مشاركته في المباراة الأولى للفريق بمسابقة الدوري الأوروبي. وأشاد مورينيو بأداء النصري مؤكدا أنه كان متماشيا مع أداء الفريق بشكل عام، أي أنه لم يكن الأداء الأفضل ولكن كان إيجابيا. وأضاف جوزيه مورينيو أن النصري قدم مساهمة جيدة للفريق، معربا عن تطلعه لرؤية اللاعب المغربي يهز الشباك في المباريات القادمة. ونقل موقع سبورت ديجيتال التركي تصريحات مورينيو التي أكد فيها أن النصري يملك الرغبة في التسجيل، وأن الأهداف ستأتي بالتأكيد مع مرور الوقت. يذكر أن النصري قد انتقل إلى فرانشباخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من إشبيلية الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 19.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في شؤون انتقالات اللاعبين. وقد وقع اللاعب المغربي عقد مع الفريق التركي يمتد ل5 سنوات حتى عام 2029. شكرا، هذا كل ما في الموضوع بقناة المملكة الإخبارية. إلى اللقاء.